السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. الوصفه بتاعتنا النهارده جامده جدا. هنعمل اللحمه بصوص خطير قوي، عمرك ما هتبطلي تعمليه. لو عايزه تغيري في طرق اللحمه وتكون معاكي كده جوسي وبخلطه حلوه جدا، يلا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض. قبل ما نبدا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل كده نشوف ألذ تتبيله للحمه اللي ممكن نعملها، وسهله جدا. يعني كل اللي هيدوق اللحمه دي هيقولك انت عملتيها ازاي. اول حاجه معايا علبه زبادي كامله، معايا معلقه من الصلصه، ونص معلقه من الجنزبيل، نص معلقه كمان من السبع بهارات، ونص بصل بودر وتوم بودر، رشه بسيطه قوي من القرفه، ونص معلقه من الفلفل الاسمر. هنظبط الملح بتاعنا، انا ضفت نص معلقه كبيره. معايا لوري وحبهان وربع كوبايه من الخل وربع كوبايه كمان من الزيت. هنبتدي بقى نخلط الخلطه بتاعتنا دي كلها كده مع بعضها لحد كده ما يدوبوا مع بعض كويس جدا. هضيف كمان كده نص معلقه من عسل النحل، وده هيخلي اللحمه بتاعتنا لونها حلو جدا. لو مفيش عسل نحل هنضيف نص معلقه من السكر، طبعا بيساعد على التسويه يعني بسرعه، بيخلي اللحمه تستوي معانا بسرعه. تمام كده. هنركن بقى التتبيله بتاعتنا الحلوه قوي دي الخطيره. وبعد كده بقى معايا بصلتين، معايا قرن شطه حامي وفصين من الثوم وطماطميه واحده. انا هنا جبت الكبه وهفرم كل الحاجات دي مع بعضها كده في الكبه. لو حابين بقى البصل بتاعكم يكون ظاهر والطماطم والحاجات دي كلها ممكن تقطعوهم كده قطع صغيره ونضيفهم على اللحمه. انا مش عايزه اللحمه بتاعتي يكون الخضار ده باين فيها، البصل والطماطم والثوم والفلفل، يعني مش عايزاهم يكونوا باينين خالص. وعايزه كمان نعمل للحمه الصوص يكون حلو جدا وطعمه لذيذ من غير ما يكون اي حاجه باينه من الحاجات دي. طبعا انتوا عارفين في يعني اطفالنا مش بيحبوا البصل والحاجات دي تكون ظاهره في الاكل قوي، في اطفال كتيره كده وكمان كبار. فانا هحاول النهارده نعمل لهم اللحمه بطريقه حلوه جدا، كل حاجه كده مستخبيه جوه اللحمه، بس اللحمه في الاخر طعمها واخده نكهه حلوه جدا في الاخر. تمام. فرمت بقى كل المكونات دي في الكبه، هننزل بيهم على الخلطه اللي احنا عملناها قبل كده. نخلط كله كده مع بعض ونظبط الملح بتاعنا تاني، ندوق الملح كده، لو محتاجه ملح نظبطه. بعد ما نظبط بقى كل حاجه في الخلطه زي ما احنا قلنا كده، ننزل بالمكونات دي كلها على بعضها. خلاص كده الخلطة بتاعتي جاهزة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هكون بقى مجهزة اللحمة بتاعتي، وعايزة اقولك لو عندك لحمة يعني مش بتاخد تسوية، يعني عرق فليتو اللحمة اللي هي وش الفخدة هتكون حلوة معاكي جدا. ما عندكيش اي قطعة لحمة عندك عايزة تعمليها وتسويها بالطريقة دي هتستوي، يعني هتستوي معانا وهيكون طعمها برضو حلو، هتديكي نفس النتيجة بتاعة الروز بيف، او زي ما قلت لكم العرق الفليتو. اي حاجة عندك هنستخدمها وهتكون حلوة ان شاء الله. وهنشوف التسوية بتاعتنا هتكون ازاي. هبتدي بقى اخلط كل اللحمه اللي معايا، نخلطها كويس جدا كده. عايزاها تشرب من كل التوابل اللي معايا والخلطه اللي احنا عملناها. وعايزه اقول لكم الزبادي بتضيف طعم حلو جدا للحمه، وكمان بتخليها طريه وجوسي كده، ويعني بتاخد اللحمه لحته تانية خالص. هنبتدي بقى ايه نغلفها. وده لو عايزه طبعا تسيبيها كده في التتبيله، كل طبعا ما تسيبيها في التتبيله كل ما هيكون طعمها ألذ معاكي. لكن لو مستعجله وعايزه تعمليها في نفس اليوم، يعني سيبيها نص ساعه او قبليها بساعتين لو عندك وقت، وبعد كده هتشتغلي فيها على طول وهتكون حلوه جدا برضو معاكي. تمام. هنا بقى خلاص انا كنت متبله اللحمه كده قبليها يعني بثلاث اربع ساعات، وسبتها بقى في التلاجة عند التسويه. هنا جيت اهم حاجه الطاسه تكون سخنه جدا زي ما انتم سامعين كده الصوت. حطيت بقى معلقه من الزيت وهبتدي انزل بكميه اللحمه كلها اللي معايا. نزلت بقى بكل اللحمه اللي عندي كده في الطاسه زي ما قلت لكم. اهم حاجه تكون سخنه جدا، وعلشان يعني اللحمه بتاعتنا ما بتنزلش الميه بتاعتها، عايزاها تاخد صدمه. وبعد كده الخلطه اللي انتوا شايفينها على جنب دي مش هنرميها طبعا، هنسيبها كده. اول ما اللحمه بتاعتنا تاخد لون من الناحيه اللي احنا حطيناها عليها، هنبتدي نقلبها على الجنب التاني. عايزاها كده تاخد لون ذهبي حلو. وزي ما قلت لكم نص معلقه العسل النحل اللي احنا بنحطها بتدي اللحمه لون حلو جدا. تمام كده. نبتدي بقى نقلب فيها كده يمين وشمال لحد ما تاخد اللون اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي.
بعد كده هنبتدي بقى نديها تقليبه. وطبعا بضيف الصوص، بقيه الصوص اللي كان عندي الخلطه يعني، ضفتها على اللحمه كده وبقيت اغطي عليها، يعني اسيبها دقيقتين وارجع لها تاني اقلب لحد ما شربت كده الصلصه وبقت كده تمام معايا. هنا بقى هتيجي مرحله الميه، هنبتدي نضيف لها شويه ميه، وطبعا الميه لازم تكون سخنه علشان اللحمه بتاعتنا ما تكونش ناشفه معايا. نص كوبايه كده بنص كوبايه، طبعا حسب النوع اللحمه اللي عندك وحسب التسويه بتاعتها. يعني لو لحمه بتاخد منك تسويه ممكن تستخدمي لها يعني كل كده ما الميه بتاعتها تنشف نص كوبايه هنبتدي نضيف نص بنص كده، ونستنى لما اللحمه تشربه ونبتدي لو احتاجت تاني نضيف لها. لو مش هتحتاج ميه كتير فلحد ما تستوي وهتكون كده تمام معانا خالص. وبكده بقى اللحمه بتاعتنا كانت حلوه قوي. اللحمه بتاعتي ما خدتش تسويه خالص، يعني قعدت على النار تقريبا كده تلت ساعه او نص ساعه بالكتير جدا. بقيت ازود لها زي ما شفنا مع بعض نص كوبايه بنص كوبايه، وكل ما تشربها ارجع ازود لها تاني. انصحكم بقى تجربوا الطريقه الخطيره دي، ولو عايزين كمان تضيفوا لها حته قطعه من الفحم كده هتديها طعم المشاوي وهتكون حلوه جدا. كل اللي دقها سالني انت عاملاها ازاي. انا خدت بقى اللحمه دي وكنت رايحه مشوار كده خدتها معايا، وفعلا كل اللي دقها عجبته جدا بالف هنا طبعا وشفا لكل اللي دق منها. اتمنى الاكله بتاعتنا النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لها لايك، واستنوني في فيديو جديد، هتوحشوني جدا. باي باي.